قال على عمر مرموش ملوش فيها، انتقد كيروش ولطم بسببه، محدش بيفهم كورة غيره، صاحب خطة 4-1-3-1، أشهر فرقة دربها كانت طنطا، مش مقتنع بمدرب غير جوارديولا، وفوق كل ده ممثل عظيم. معانا ومعاكم كبير الهجاصين رضا عبد العال. فكر ان هم مارادونات وميسات كريستيانيات. مورينيو. مورينو ده ضحك على العالم كله. مورينيو. لا 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 لا، ده بقى من ضمن الهجاصين بتوعنا. معايا لعيبه نيمار وميسي والكلام ده وبخسر يعني ولا ايه؟ 4-1-3-1 تلعب كده. النهارده هنستعرض ليه رضا عبد العال هجاص. مساء الخير. الفيديو ده عشان انا بصراحه جبت اخري من الراجل ده. الاول هتكلم عن مسيرته كلاعب. كابتن ميسي رضا عبد العال من كتر ما هو لعيب جامد، تعال اقول لك احصائياته. لعب مع الاهلي والزمالك اللي هم اكبر ناديين في افريقيا يعتبر. مع الزمالك لعب 130 ماتش وساهم بحوالي 30 جول، ومع الاهلي لعب 98 ماتش ساهم في 11 جول، يعني كلهم على بعضهم 41 جول، اقل من نص مساهمات عمر مرموش. فجاه امام عاشور اللي رضا عبد العال بيتريق عليه جايب 44 جول بخلاف الاسيستات. طيب بخلاف ده تعال بقى نشوف احصائيات المدرب الجامد ده. كابتن رضا عبد العال قال قبل كده تصريح صادم لكل العالم بانه مش مقتنع باي مدرب غير جوارديولا. فهو كابتن رضا عبد العال مش مقتنع باي مدرب غير مدرب هو ما يعرفش ان رضا عبد العال عايش اصلا. رضا عبد العال انتقد حسام حسن وكيروش وكوبر، شايفهم كلهم ما بيعرفوش يدربوا. طيب لو جينا لمسيره عبد العال التدريبيه هنلاقيه ما شاء الله مع احترامي الفرق اللي دربها، مرن فرق بهتيم والاولمبي ونيل سوهاج وبني عبيد والزرقاء واتحاد نبارو ودمنهور وطنطا والانتاج الحربي وجمهوريه شبين وبلديه المحله وطنطا. هل مثلا نجح انه يصعد بفريق منهم ويبقى على فريق في الدوري؟ لا. ابرز انجازاته كانت تصريحات ورياكشنات، دايما عنده وجهه نظر وبيعرف يبرر الخساره ويبعدها عنه ويقاوح. يعني مثلا قبل كده المذيع سأله قال له ايه اسباب الهزيمه النهارده؟ قال له سؤال مستفز، انت شايفني معايا ميسي ونيمار على الدكه؟ لا صح، حارس الحدود معاهم دي ماريا وانت معكش ميسي ولا نيمار. انتقد كيروش ولطم عليه وقال عليه حافظ مش فاهم. طيب انا هشاهدك يا اخي، يعني بخلاف ان هو خسر نهائي افريقيا بضربات الجزاء وما تاهلش لكاس العالم بسبب فضيحه كلنا عارفينها، يعني في ساعه ماتش السنغال خسر في نهائي كاس العرب بضربات الجزاء، يعني ودي حاجه بالحظ، يعني دي حاجه قضاء وقدر وحظ وتوفيق. طيب فكك من كيروش، اكتشف لعيبه زي عمر مرموش اللي هو حاليا بيلعب في السيتي تحت قياده احسن مدرب اللي رضا عبد العال الوحيد بيعترف بيه انه مدرب كويس. طب يا كابتن رضا، بما ان انت معترف بجوارديولا، هل جوارديولا عبيط انه يجيب لعيب تعبان زي ما انت بتقول؟ سيبك من كل ده. انتقد الكابتن حسام حسن رغم انه ما خسرش ولا ماتش رسمي. ليه؟ بسبب انه ما لعبش فرق جامده، وانه بيعرف يخطف الكاميرات، وانه بيعرف يعمل حركات قدام الكاميرا. الكاميرا خلاص على الاقل بيعرف يعمل لقطات قدام الكاميرا يا كابتن عبد العال، يعني ايه اللي انت عامله ده؟ يعني ما بيطلعش يلطم شباب. انتقد كوبر بانه شخص دفاعي بحت، بس الراجل وصل نهائي افريقيا ووصل كاس العالم بالطريقه الدفاعيه البحت. غير كده اللعيبه اللي كانت معاه ما كانتش تقدر تعمل اكتر من كده، يعني هو ما كانش يقدر يلعب بطريقه هجوميه. طبعا كابتن رضا عبد العال بصراحه هو عنده حق في حته انه مش معترف باي مدرب، لان عنده طريقه ما اتلعبتش بيها قبل كده، طريقه 4-1-3 اللي كان كابتن رضا يلعب بيها لو درب الزمالك. هيبقى خطه هجوميه بحته، يعني هلعب بدفندر واحد والباقي كله هيطير. 3-2 ولا ايه؟ 4-1-3-1 واحد. زي ما سمعت كده هتطبقها وهيتعمل معاك واحد، لان خطه كابتن رضا عبد العال هيلعب ب10 لعيبه. اعتقد انه هيطبق فكره المهاجم الوهمي حرفيا، لان مش هيبقى في مهاجم اصلا. دوري بقى انتقدك يا كابتن رضا عبد العال. انا بصراحه مش عارف ايه السبب اللي يخليك تطلع تحلل سواء لفرق او لعيبه او مدربين. يعني هل انت ناجح كمسيره تدريبيه؟ لا. هل انت ناجح كلعيب؟ لا. ايه اكبر انجازاتك؟ هل انت دارس؟ لا. هو بيحلل عشان كان لعيب كبير سنا طبعا، انما الموضوع ده لازم يكون في دراسه مش اي هوكس. عمر مرموش في ماتش نيوكاسل اللي انت شايفه مش بينافس، مش عارف ازاي يعني، شاط 4 شوطات جاب منهم 3 جوال. انت كنت بتعمل الارقام دي صح بس في الموسم كله. ففي اخر الفيديو يعني احب اوجه لك نصيحه كده، اياك لو فشلت في حياتك تبقى هجاص زي رضا عبد العال، او تقلل من نجاح حد عشان ترضي نفسك الفاشله وبس كده. السلام عليكم.